تفسير رؤية الميت يعود للحياة في المنام. أهلا بكم في قناة فسر لي، أقوى قناة تفسير أحلام لأقوى المفسرين. تابعونا دائما لكل جديد في تفسير الأحلام. تفسير رؤية الميت يعود للحياة في المنام لابن سيرين. عندما يرى صاحب المنام شخصا متوفي يعود للحياة في منامه، فعليه أن يركز جيدا فيما يقوله المتوفي، لأنه إما يبشره أو يحذره من شيء. وقد عرض ابن سيرين تفسيرات مختلفة حسب ما سنرى الآن. إذا رأى صاحب المنام ميت يعرفه قد عاد للحياة ويرتدي ملابس جميلة ونظيفة مع ارتداء حلي كالتاج وما شابه، ففي هذا طمأنة للحي على الميت، لأن الميت هنا يخبر الحي بارتياحه في العالم الآخر وأنه بخير وينعم في الجنة بإذن الله. وكذا الحال عندما يرى الميت فرحا وسعيدا وهو يحدثه في المنام، فهذا المنام يعني أنه سعيد في الآخرة بفضل الله. أما إذا رأى صاحب المنام أن الميت يحدثه ويحذره من فعل شيء معين، فعليه الاستماع له وطاعته، لأنه في دار الحق ولن ينطق إلا حقا. ويقول ابن سيرين أن الميت عندما يأتي في المنام من الحي ويطلب منه فعل شيء ما، فهذا يعني أنه لم يتسنى له الفرصة لفعله قبل موته. وإذا رأى الحي أن الميت يأتيه في منامه ويخبره أنه لم يمت، دل ذلك على أمنية الاستشهاد، والله قد تقبل عمله كله وحسبه من الشهداء والله أعلم. أما إذا رأى الحي أن الميت عاد للحياة وقدم إلى منزله ليزوره، فهذه بشارة للحي بنجاته من كرب عظيم سيحل عليه قريبا والله أعلم. تفسير رؤيا الميت يعود للحياة في المنام لابن شاهين. اتفق ابن شاهين في تفسيره لعودة الميت للحياة في منام الحي مع تفسير ابن سيرين، وزاد عليه التحدث في مواضع أخرى لها علاقة بالموضوع، فقال: إذا رأى صاحي المنام أن الميت عاد لحياته الطبيعية بين البشر فيشاركهم الطعام والشراب كأنه لم يمت، دل ذلك على أنه يعيش حياته في الآخرة بشكل طبيعي وكأنه بين الأحياء والله أعلم. أما إذا كان الميت في المنام لا يتحدث في زيارته للحي، فذلك يعني إصابة صاحب المنام بمرض، وأن الله سوف يشفيه بإذن الله سريعا. ومن التفسيرات المتفق عليها بين ابن شاهين وابن سيرين عدم تنفيذ الحي لرغبة الميت في فعل شيء يغضب الله، لأن هنا تكون الرؤيا من الشيطان. تفسير رؤية الميت يعود للحياة في المنام للنابلسي. إن النابلسي من علماء تفسير الأحلام المتعارف عليهم، وقد تطرق في تفسيراته إلى عودة الميت للحياة في المنام كالآتي: عندما يرى الحي ميتا في المنام وقد عاد للحياة يأكل ويشرب، دل ذلك على أن صاحب الرؤيا سينال خيرا عظيم قبل موته. واتفق النابلسي مع باقي المفسرين في أن الميت يكون بحاجة للدعاء وإخراج صدقة له عندما يأتي في منام الحي باكيا حزينا. تفسير عودة الميت للحياة في المنام وهو يشعر بالألم. يحدث أحيانا أن يرى الرائي فقيدا له عاد للحياة ولكنه مريض في المنام، أو يشير إلى جزء من جسده يؤلمه، فما تفسير هذا؟ رؤية المتوفي مريض بعد عودته للحياة تشير إلى أنه يعذب في مثواه الأخير، وعلى صاحب المنام الدعاء له وأخذ العبرة من حاله بعد الموت. أما إذا رأى صاحب المنام عودة الميت للحياة مع شعوره بالألم في رأسه، دل على قسوته على والديه في حياته، لهذا يعذب في آخرته. أما إذا كان الميت يشعر بالألم في يده، دل على أنه كان سيء الخلق في حياته ومعاملته كانت سيئة مع أشقائه. أما إذا كان الألم في قلب المتوفي، فهذا يعني قسوته على أبنائه في حياته. وفي هذا تحذير لصاحب المنام بتحسين معاملته مع أولاده حتى لا يلاقي نفس مصير المتوفي. وفي حالة كان ألم المتوفي في الرقبة، دل على خسارة الرأي في المعاملات التجارية. أما إذا رأى صاحب المنام أن الميت يرتعش بردا، فهذا يعبر عن حاجته للدعاء من الحي. شكرا لكم على وصولكم إلى هنا، ونتمنى لكم أحلاما طيبة، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من تفاسير الأحلام والرؤى على قناة فسر لي.